الافريقي، حيث نواكب واياكم الدخول المغربي والمشاركه المغربيه من خلال فريق الوداد الرياضي الذي واجه اليوم فريق نيمبا النيجيري. الصراع الذي سينطلق بعد لحظات على ارضيه بايبو ستاديوم هنا بمدينه اويو. لحظات وسندخل مشاهدينا الكرام لغمار هذه المنافسه وهذا التباري. تعطى التفاصيل انطلاقه هذه المواجهه وهذه المباراه. مخالفة يقول الحكم عن طريق تفاصيل هذه المواجهة، مخالفة تأتي من جانب حناش القريب الذي يبحث من أجل الانسلال على مستوى الخط الأمامي. نشوف هنا التصويبة اللي تجي على مستوى الخط الأمامي، التصويبة اللي تجي بهذه الطريقة وبعد ذلك تأتي التغطية. اليوم الوداد يكتشف معه فريق نيمبا والعودة ديالو على مستوى الساحة الإفريقية. كرة أمامية، محاولة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. الحكم يشوف أنه كانت للوداد الذي يضغط بقوة. تمريرة جانبية راسية تأتي ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. واحدة من المحاولات، واحدة من الفرص، وجبران كان فريق الوداد الرياضي إمكانية الاستثمار من الانطلاقة، ولكن في آخر مرحلة عن إيكيني أوازي أمامية نيمبا مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى تأتي في هذه اللحظات. العملية الهجومية والانطلاقة كانت من جديد ودادية. التغطية من عناصر فريق الوداد الرياضي مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. تماس اللحظات الأولى كانت فرصة جيدة، استغلال الكرة، الإنزال من جانب الشرقي البحري، وفي آخر المطاف مباشرة إلى خارج الخط الجانبي الشرقي البحري. فينسنت إنياما الوقت اللي كنشوف هنا كرة أمامية، محاولة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. نزاوية تمريرة خاطئة ولحسن الحظ مطيع في الولاء الأولى، وأيضا في الولاء الثانية كيتمكن من إنقاذ الموقف. حناش أعتقد أنه ارتبك في التمريرة ديالو الماضية، الشيء اللي خلاه كرة تنفذ دائرية ورأسية كانت للقائم الثاني. وصلت الكرة للاعب جوزيف صغيرة ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة ومباشرة صوب الحارس في انطلاقة من جانب بوسفيان كيتمكن من الكرة ديالو. العملية الهجومية، الفريقان معا على مستوى التسديد هجومية في الوسط. لاحظوا بناء العملية الهجومية من جديد من الجهة اليسرى البحث على الانسلال ديال حناش. كانت الكرة خلف ديالو، كرة من حناش يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية، كرة ممتازة والهدف الأول يضيع. الوداد كان بإمكانه أن يضع الكرة الأولى في المرمى من أيوب العملود اللي كان قريب. أيوب العملود كان قريب من وضع الكرة في الكرة في خط الأمامي. تمرير، الحكم يتدخل يقول هنالك مخالفة، تنفذ هذه الكرة. خروج الحارس، الدفاع ينقذ الموقف، يبعد الخطورة. كرة من جديد مغربية، الانطلاقة من بوسفيان يدخل داخل منطقة الجزاء، وفي آخر المطاف التغطية من جانب الدفاع. كرة وعامل يرفع هذه كرة ملعوبة ممتازة، ولكن هنالك التغطية من جانب الدفاع. تعود مرة أخرى لتكون هجمة مرتدة من جانب نيمبا. التغطية في خط الوسط، لكن الصافرة تأتي من حكم المواجهة الذي يعلن عن بطاقة صفراء في حق اللاعب بوسفيان. يعني متحكمين بزمام ديال المقابله. كره من جديد وداديه، محاوله ممتازه، فرصه، ضربه جزاء للوداد، ضربه جزاء لا غبار عليها. الوداد يتحكم في زمام المباراه، والوداد يقترب من تسجيل الهدف، والوداد يحيى جبران، كرة في المرمى والهدف، هدف لصالح فريق الوداد الرياضي. الوداد يتقدم في مباراة اليوم ويضع بصمته الخاصة. ويحيى جبران مشاهدة لعب الذهاب والإياب، دور ربع النهائي، فترة ديال الذهاب والعيون أكيد كما قلت مع انطلاقة هذه المقابلة كبيرة جدا أن نكون في المربع الذهب 17. لا كيترك المهمة. تصويبة كانت قوية ديال شيكاوسو وما قدمتش اي جديد. كره كانت في الوقت اللي غنشوفوا هنا الانطلاقه الهجوميه ديال تصويبه والحارس في المكان المناسب. يوسف المطيع الذي يعطي الاطمئنان، الذي يؤكد الحضور في هذه الشرقي البحري. رجعت مره اخرى وداديه، كره داخل منطقه الجزاء، راسيه جميله من الماضيه. كره لإنيمبا وانطلاقه الهجوميه الان. التغطيه الدفاعيه جيده رائعه ومباشره أيوب العملود. كره تنفذ داخل منطقه الجزاء، راسيه، الشرقي البحري كان اقرب. إنيمبا في خط الوسط، هذه تمريرة أمامية، والأقرب الحارس يوسف المطيع الذي يعطي كل يمكن نقول الراحة. الهدف ايضا بادائه اللي كان جيد. هذه عمليه هجوميه يجب ابعاد الخطوره، نعم، في اخر المطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب. كره في الخط الامامي،
تلعب هذه الكرة بهذه الكيفية، تصويبة أمامية مباشرة إلى خارج البحث عن الشرقي البحري. تمريرة تعود صوب الحارس وجو اللي يلعب هذه الكرة، تمكن باش انه يلمس الكرة. الحكم قبل ذلك اعتقد انه غادي يعلن على مخالفة. اختراق البحث عن الدخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة ولكن في اخر المطاف مباشرة ضربة الكرة ديالو كيختارها داخل منطقة الجزاء. محاولة في اتجاه الشرقي البحري، حاول انه يوصل الكرة لانه كان مناسب. هذا تحضير تصويبها مباشرة الى خارج الخط الخلفي للملعب. 1-0 تقريبا 16 دقيقة على انطلاقة الاطراف. تشتغل تمريرة في اتجاه لاعب بيزي، حكم فيليدي جورج كمدرب، وكرة أمامية راسية لحسن الحظ مباشرة الأمامي. مطولة هذه الكرة اتجاه القائم الثاني، تصويبة من أصعب الكرات اللي مرات على المرمى ديال الحارس يوسف مطيع. كرة ملعوبة من جديد داخل منطقة الجزاء، والمطيع في المكان المناسب، يعطي الاطمئنان ولا صوب الشرقي البحري، راسية مباشرة صوب الحارس وجو داخل منطقة الجزاء. تمريرة وفرصة ديال هدف كيضيع. واحدة من المحاولات الحقيقية لتسجيل لفريق